يعني لاعبين يلعبون وياك تدري ليش؟ بس يطلعون يقول لك يونس لا ملتزم، لا يصعد، لا ينزل ويانا، بعدين يتدخل بالتشكيله، لاعبين وياك، يعني انا لو سامحها من غير ناس اقول لك والله يجوز هذا الحكي مو صحيح. من هو؟ انطيني واحد. كابتن باسم عباس طلع حكى. شوف انا جيل 2007 ما احكي وياهم. ليش؟ ابدا ما احكي على واحد منهم، لو ينزلون بيا بالقنوات كلها ما زال اكلت وشربت وياهم وجبت انجاز للبلد ما احكي عليهم. زين. وخلي يحكي علي باسم، يحكي علي صالح، يحكي علي اي واحد، خليه يحكون، هذا حر نفسه، انا ما دافع. انا اعرف نفسي مظلوم، يعني الكلام مو صحيح، بس انا ما يعني انا بيا ماخذ قرار بداخلي. ليش يظلموك؟ انا هذا اريد يعني اقتنع بهاي القضيه، والناس هم تريد تقتنع. من يقول لك يونس يحكون عليه هيك ويحكون عليه بهاي الكثره، ليش؟ غير اكو سبب؟ تدري ليش؟ انا اقول لك ليش؟ لان اللي يقولوه مو صحيح، بس انتم تقدموه على انه صحيح، وهذا غلط. يعني حاججه، يعني مثلا وحده منها اللي صار مال مباراه كاس العالم مال قطر، اللي قال يعني انه مستلم فلوس من قطر وما ادري شنو. لا مو فلوس، حتى للامانه يعني من سالنا طعني انه انت ما لعبت، ما ادري، قال له انا ما شفت ورجعت بالطياره ويا الفريق القطري مباشره، وورا 3 ايام استلمت جواز مال قطر. اي والله. وين الجواز؟ عم انطوني الجواز. كان عندك جواز مهمات. زين. جواز مهمات اللي صار شنو؟ يعني مهم، بس هاي قضيه خطيره يعني. مو لا مو خطيره، بالعكس انا ممنون لهم، واشكر الشيخ مالي اللي كان رئيس النادي مالي، واشكر يعني ما شوف شوي نبعد عن السياسه، انا هسه يقولون يمدح قطر، لا، موقف يتسجل لهم عند يونس محمود، الجماهير ترضى بيه وما ترضى بيه، بس هذا يشرفني. دخلت السعوديه مع نادي الغرافه. زين. دخل الوفد القطري وقفوني، قالوا لي جوازك عراقي بالسعوديه. رحم الله والديك. وقفوني يابا شنو شغله فيزا وهذا، الشيخ شافني تخبى. شلون انه لاعب نجم هيك وما يدخل، تعرف القوانين يعني كانت شويه صعبه الدخول. الشيخ من رجع، احنا تعرف لعباتنا مال الاسيويه كانت ندخل بها، يعني اكثر شيء لعباتنا تصير ويا السعوديه ما السعوديه. فقال لي شنو السبب؟ قلت له احنا جوازنا مشكله ما نقدر ندخل الا فيزا ووقت وما ادري شنو، المهم بس هم عندهم كتاب يدخلوني بيه، وقفوني فظليت قاعد هيك. الوفد دخل، الشيخ ضحك علي، قال لي يونس ليش قاعد هناك؟ ليش ما يجوا؟ قال ما دخلوه هيك. اجى علي بنفسه اعتذر مني، قال لي انا اسف انه صار هذا الغلط، انه خليهم يوقفوك هيك. زين. رجعنا لقطر، خابروني وزاره الداخليه، رحت قلت لهم شكو، قالوا طلعت لك وثيقه انك تقدر تسافر باي بلد، انت شخصيه عامه، انت انسان معروف، ما يصير تقف بمطار. طلعوا لي هاي الوثيقه وظلت تشقد، ظلت فتره يمكن ما بعدين. جواز المهمات. رحم الله والديك، جواز المهمات انطوني اياه، قمت يعني اسافر للسعوديه، بالامارات احطه، الناس يختم لي، يعني مقصد حكي يعني مو اني اجرح بالجواز العراقي، لكن هم يعني شافون ان وضعي مو حلو، يعني نجم مثل يونس محمود والى اسمه وهذا. مشت الامور، بعدين شويه الامور تسهلت، يعني الخارجيه مالتنا وما ادري شنو، هاي الفيز قامت تجينا، يعني قمت اطلع فيز على جوازي، ارتاحيت، رجعت الجواز هاكم، شكرا جزيلا. هذا الموضوع كله ما بي. زين. وموضوع انه عدنان حمد طعنته بظهره، الموضوع كلكم تعرفوه. انا في مباراه الصين اول دقيقتين تعورت بظهري وطلعت شالوني بالثديه. رجعنا قلت لهم جبار المعالج موجود، الرجال بنادي الزوراء، تقدر تروح تسالونه، هو الاختصاصي والدكتور، تروح تسالونهم، لا تسال لي لاعب مثلا يقول لاعب وياك، انا راح اما انا من يحكي لاعب وياك ولعب وياك انا اخذ كلامه ثقه، يعني وياك يعني بعد اسال منه، مثل ما تقول روح اسال جبار، انا اسال باسم. اوكي، مو الثقافات تختلف يا اخي، صبعك مو كله سوا، احنا ثقافات، كل واحد يعني، انا تفكيري مو مثل تفكيرك، تفكير فلان مو مثل تفكير غيره، كل واحد له تفكيره. الموضوع ما بي، تتذكر الحاله اللي صارت مع الظهري وهذا، لعبه قطر، الكادر التدريبي قالوا لي يونس انت ليش باقي ويا المنتخب؟ روح يعني روح القطر، روح سوي شاره، لان جبار كشف الموضوع، قال لي انت عندك فقره، الفقره دا تاذيك، لازم تسوي عمليه، ما كنا نعرف بالموضوع. يوم اللي دا اسافر، اجى ياسين عمال موجود الرجال بالاردن، تقدر تقول له، اجى قال له عدنان حمد، قال له احنا معنويا ليش ما نخلي يونس ويا الفريق؟ معنويا لان قطر يخافون منه، انا محترف في ناس يمهم،
قال معنويا للاعبين معنويا انه الحسابات مالتهم ترتبك، يعني نربكها. زين. خلاني ويا قال لي لا تروح ظل. جبار قام يعالجني وضربني ابره، اتذكرها ابره حمراء، قال لي هاي مخدر يعني للاصابه. بقيت ويا الفريق اخر ربع ساعه شوي صارت ضجه يعني ضغط. قبل جابني عدنان حمد قال لي انزل، شلون ما كان انزل. انت اخرت روحك يقولون. هذا مو كلام يعني، حدث العاقل بما يعقل يعني. زين. دخلت ما لحقنا. الحكم هم بوقتها غدرنا، ضربه جزاء واضحه للحيدر عبد الامير، وضربه جزاء الي ما انطانا اياها. لكن هذا مو مبرر. انا يعني لا تسمع كلام اي واحد، يعني كلام جزافا يجي طالع الكلام، يمكن اصلا هو ما مقتنع بالحكي اللي يحكي، لان هذا مو صحيح. لو صحيح حيدر، انا خليني اقول لك اياها، لو واحد من الحكي اللي ينحكي على يونس محمود صحيح، يونس محمود ما يبقى بالمنتخب لحظه. يعني هسه كل الناس حكي مو صحيح؟ جيب لي دليل، جيب منو الناس؟ هواي حكوا. يعني انت تقول لي ناس، يعني عبالك ماكو شيء، يعني الدنيا ورديه. والله ورديه وفل، واللي رحنا لعبنا، وهاي اخر مباراه قولت ورجعنا رغم انه صارت اخطاء، لكن عندنا لاعبين شباب مشينا بيهم. فريق التايلندي لا حد يقول لي، الجمهور التايلندي العيطه اللي يعيطها يخلي شعرك هيك يرجف، يعني يرجف. غير فايزين 2-0 دقيقه 80 ما له دخل. شو العلاقه؟ ما له دخل. الاردن دقيقه 80. الاردن فازوا علينا 4، قلبناها 4. كرة قدم وخسرنا بعدين. لا ما له دخل.